إعلامية شهيرة ست معلومات عن زوجة الفنان تامر عاشور. عقد الفنان تامر عاشور قرانه يوم الثلاثاء المذيعة بقناة إكسترا نيوز نانسي نور في أحد الفنادق بالقاهرة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة. بداية رحلتها الإعلانية من خلال برنامج عز الشباب الذي عرض على قناة روتانا، وشاركها في تقديمه ياسمين عز، دينا شربيني، دنا مدحت، وشيماء صابر. انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز التابعة لقنوات CBC، حيث قدمت من خلالها برامج هذا الصباح، ما وراء الحدث، وهنا القاهرة. ظهرت في حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018، وحفل افتتاح طريق الكباش من معبد حتشبسوت عام 2021، واشتركت في تغطية كاملة لفعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وظهرت نانسي نور في بعض الأدوار الدرامية، وكان من أبرزها مسلسل سرايا عابدين من بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل عوالم خفية اللي ظهرت فيها بشخصية مذيعة. وكان الفنان تامر عاشور انفصل عن زوجته سمر أبو شقة بشكل رسمي بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة خلال شهر يونيو الماضي. بكده يكون خلص الخبر ده النهارده. استنوني في خبر جديد، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعلموا على اول اختيار عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول تعليق من تامر عاشور على زواجه من الاعلاميه نانسي نور. حرص الفنان تامر عاشور على أن يشارك جمهوره فرحته بحفل زفافه المقام الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وشارك الفنان تامر عاشور جمهوره بمجموعة من الصور من حفل زفافه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا. ويذكر أن الإعلامية منى الشاذلي كانت أول الحضور في حفل زفاف الفنان تامر عاشور والمذيعة نانسي نور. ومن تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور ليلة أمس: أغنية رومانسية هدية للعروس، حيث يحتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور مساء يوم الثلاثاء داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط. وقالت مصادر مقربة من تامر عاشور للوطن أن الحفل سيبدأ عقب الساعة 5 مساء، فيما ستشهد النصف ساعة الأولى مراسم عقد القران قبل أن يبدأ حفل الزفاف ومشاركة الأهل والأصدقاء الفرحة. ومن المفترض أن يجدو تامر بأغنية رومانسية هدية لزوجته، ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون تلك الفرحة مقتصرة على المقربين فقط، لا سيما وأنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكا لهما بعيدا عن الجمهور. يذكر أن تامر عاشور قدم مؤخرا حفلا ناجحا في الإسكندرية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي يحبها الجمهور. وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر انستجرام: امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في اسكندرية. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه فرحان بيهم. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي، ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.